أول ما وصلت عزبة التواب حسيت إن في حاجة مش مظبوطة. مش قصدي القرية نفسها، القرية كانت عادية، لكن الدنيا كانت ساكتة زيادة عن اللزوم. زقزقة العصافير، الهوا، كل حاجة كانت مكتومة، كأن في طبقة قطن مغطية المكان. الشيخ صابر الممرض كان مستنيني، ملامحه كانت ناشفة وهو بيديني المفاتيح. أهلا يا دكتور آدم. دي دي مفاتيح السكن والوحدة. وقف لحظة وبص للأرض وقال في حاجة واحدة بس. قلت له اتفضل يا حاج. من غير ما يبص في عيني قال لو سمعت حد بينادي عليك بالليل ما تردش، حتى لو كان صوت حد تعرفه. ضحكت بتوتر وقلت تمام، أي حاجة تانية، مثلا ما افتحش باب معين أو ما اقراش من كتاب ملعون. بصلي بجدية تخوف وقال المراية يا دكتور، ما تبصش في مراية بعد المغرب، دي مش خرافات، دي تعليمات علشان تعيش. طلعت السكن. الشقة كانت عادية ونظيفة، بس في الحمام ما كانش فيه مراية أصلا، كان مكانها طبقة أسمنت خشنة جدا، وفي آثار ضوافر باينة على الأسمنت، كأن حد كان بيحاول يحفر بإيده. فتحت الدولاب ولقيت على الضرفة من جوه كلام محفور: ما تسمعش، ما تردش، ما تبصش، وتحتهم جملة بلون غامق. حاولت أهرب بس لسه بتطاردني في أحلامي. وأنا بقرأ الكلام ده سمعت همس باسمي جاي من بره، صوت حنين وعارفه كويس: آدم، آدم حبيبي تعالى. لفيت بسرعة، ما كانش في حد، بس الصوت ده كان صوت سلمى مراتي، سلمى اللي ماتت من 2 سنين. الصبح صوت الديك وصوت الناس بره خلاني أحس إن اللي حصل بالليل كان مجرد تهيؤات من التعب. رحت الوحدة علشان أبدأ كشف. صالة الانتظار كان فيها بتاع 8 قاعدين في سكون غريب، مفيش حتى همس. قلت صباح الخير، مين عليه الدور؟ محدش رد، كلهم بصوا للشيخ صابر، وهو اللي شاور لست كبيرة: الحاجة فاطمة، اتفضلي يا حاجة. جوه الأوضة الحاجة فاطمة حاولت تتكلم، شفايفها بتتحرك بس مفيش حس، كأن صوتها مكتوم. كشفت على زورها، لسانها كان موجود بس عليه أصغار حروق قديمة وناشفة قوي، كأن حد كواه. فجأة دخل الشيخ صابر وقال الحاجة فاطمة ردت على نداها من سنين، صوتها اتمسح بس هي مش عايزة تقتنع ان صوتها مش هيرجع تاني، ومصممة تكشف برضه. انا اتعصبت وقلت له يا حاج صابر ايه الكلام ده؟ طبيا الحبال الصوتية سليمة، دي ممكن تكون صدمة نفسية. قطعني وقال الحبال الصوتية سليمة يا دكتور، بس الصوت نفسه اتسرق. النداهة بتاخد الصوت وبعدين تستخدمه علشان تنده بيه على ضحايا جدد. بعدها بشوية دخل راجل شايل ابنه، شاب اسمه محمود. الأب كان منهار وبيقول دكتور، ابني من امبارح مش بيصحى، بس في نفس الوقت هو مش نايم. قلت له مش فاهم. أحطه على سرير الكشف. عينيه كانت مفتوحة، كان باصص للسقف. بدأت أفحصه، النبض طبيعي والتنفس طبيعي، ردود الأفعال. مررت ألم قدام عينيه، مفيش أي استجابة. ومرة واحدة الولد نطق بصوت راجل عجوز: أنا هنا يا آدم، أنا طول عمري هنا. رجعت لورا من الخضة، والأب قعد يعيط ويقول ابني بيتكلم بأصوات ناس ميتة. طلعت بره مع الشيخ صابر وأنا على آخري، إيه الجنون اللي بيحصل ده؟ الشيخ صابر ولع سيجارة وقال بصوت واطي: في القرية دي في كيان قديم اسمه النداهة، بس مش زي الحواديت اللي بنسمعها دي، مش ست بتطلع من البحر تغرق الصيادين. قلت له امال ايه؟ قال لي يعني النداهة هنا كيان من عالم تاني، بيعيش في الأصوات والانعكاسات. لو بصيت في مراية بتشوفك وبتبدأ تتسحب جواك. الأول بتاخد صوت حد انت تعرفه كويس علشان تنده بيها عليك، بعدين بتاخد ذكرياتك واحدة ورا التانية تتغذى عليها، وفي الآخر بتاخد عقلك بتمسحه خالص
وتستخدم جسمك علشان تتحرك بيه في عالمنا. قلت له بسخرية رغم خوفي، وأنا المفروض أصدق الكلام ده. بص في عيني وقال: انت سمعت صوت حد عزيز عليك امبارح صح؟ وشي اتجمد. كل الدكاترة اللي جم هنا سمعوا حد ميت بيناديهم. ده معناه انها عرفت انك جيت، ومعناها كمان انها عرفت اكتر حد انت بتحبه، وهتبدأ تستخدم صوته عشان تصطادك بيه. في الليلة التالتة كنا قبل الفجر بشوية، سمعت خبط عنيف على الباب، والشيخ صابر بيصرخ: الحقني يا دكتور. كان شايل بنت رقبتها بتنزف. قال لي أبوها حاول يقطع لسانها علشان كانت بتتكلم بأصوات ناس ماتت. حطها على الطاولة وبدأت الإسعافات الأولية، وفجأة بق البنت اتحرك وبدأت تتكلم بصوت راجل عجوز مكسور: صابر، صابر يا ابني، أنا أبوك، سامحني على اللي عملته فيك زمان. أنا شهقت، والشيخ صابر وشه بقى شاحب. الصوت كمل: أنا آسف يا ابني، آسف إني ضربتك، آسف إني... الشيخ صرخ: اسكت، أنت مش أبويا، أبويا مات من 20 سنة. البنت فتحت عينيها، كان لونهم غريب، وبصت لي في عينيا. صوتها اتحول تماما لصوت سلمى، صوتها الحقيقي بالظبط: آدم حبيبي، وحشتني قوي، تعالى تعالى نبقى مع بعض تاني للأبد. الشيخ صابر جاب سرنجة كبيرة وحقن البنت بمهدئ قوي. البنت وقعت في غيبوبة عميقة والأصوات سكتت. قعدت على الأرض، جسمي كله كان بيترعش. الشيخ قعد جنبي وقال: دلوقتي فهمت؟ صدقت؟ دي مش أسطورة، دي حقيقة، والندها دلوقتي عارفاك، عارفة صوتك، وعارفة ذكرياتك، وعارفة أسرارك. قلت له أنا مرعوب، وإيه العمل؟ قال لي: ما تبصش في أي مراية، ولو حسيت إنك بدأت تنسى حاجة عرفني فورا. اليوم الرابع بدأ بغيامة سودة على عقلي. صحيت مش فاكر مكان الحمام في الشقة اللي بقالي فيها 3 أيام. رحت المطبخ أعمل قهوة، فتحت كذا درج علشان ألاقي المعالق، مع إن أنا اللي مرتبهم بإيدي. رحت للوحدة الصحية. الشيخ صابر بصلي وقال: صباح الخير يا دكتور آدم، نمت كويس؟ وقفت. أنا اسمي فكرت لثانية والقلق ظهر على وشي. الشيخ صابر مسك ايدي بقوة وقال لي: دكتور آدم بصلي، انت فاكر اسمك بالكامل؟ معرفتش انطق. الشيخ شدني بسرعة لمكتبه وقفل الباب. بدأت النداهة بدأت تاكل ذكرياتك. لازم تفتكر نفسك، لازم تفتكر انت مين. طلع ورقة وقلم وقال لي: اكتب كل حاجة تفتكرها عن نفسك. اكتب اسمك، تاريخ ميلادك، اسم أهلك، ذكريات طفولتك. اكتب دلوقتي. بدأت أكتب. إيدي كانت بترتعش. اسمي آدم كمال، أنا دكتور، أنا... وقفت مش فاكر سني. سلمى مراتي كانت... حاولت أفتكر لون شعرها أسود، لا بني. بصيت للشيخ صابر وعينيا مليانة رعب. أنا مش فاكر لون شعر مراتي. قال لي: افتكر حاجة تانية، فرحكم اتجوزتوا فين؟ فكرت، لكن الذاكرة كانت مشوشة زي فيلم قديم بايظ، في فندق، في قاعة أفراح. أنا مش فاكر. الشيخ صابر فتح درج مقفول وطلع مراية صغيرة ملفوفة في قماش أسود، وقال لي بجدية: في طريقة واحدة بس تتأكد بيها قد إيه انت خسرت من نفسك، بس الطريقة دي خطيرة. قلت له: المراية؟ قال لي: لو بصيت فيها دلوقتي بالنهار وانت لسه واعي ومركز هتقدر تشوف نفسك الحقيقية، بس لو شفت ان وشك بدأ يتمسح، ولو شفت انها موجودة وراك في الانعكاس، ما تتحركش، ما تجريش، ما تصرخش. لو عملت اي حركة مفاجأة هتأذيك اكتر. مسكت المراية وايدي بترتعش، فكيت القماش ببطء ورفعتها قدام وشي. في الأول كنت شايف نفسي طبيعي، بس لما ركزت لاحظت حاجة غريبة. ملامحي كانت باهتة،
كأن حد مسحها بأستيكة. وبعدين لاحظت حاجة تانية، في الانعكاس ورايا على بعد متر كان في ظل طويل واقف، مش ظل عادي، ظل ليه شكل بشري بس من غير ملامح، زي تمثال من ضباب اسود. الظل كان واقف ساكت وبيبصلي. قلبي بدأ يدق بجنون، بس افتكرت كلام الشيخ ما اتحركش. بصيت للمراية من غير ما احرك راسي. الظل اتحرك خطوة واحدة لقدام وبعدين خطوة تانية، كان بيقرب ببطء. همس خفيف بدأ يملى الأوضة، همس بأصوات كتير متداخلة، صوت أمي وأبويا وسلمى وأصوات تانية كتير مش عارف مين أصحابها. الظل وصل للمسافة اللي ورايا مباشرة في الانعكاس، وبعدين مد إيده الضبابية ناحية كتفي. الشيخ صابر خطف المراية من إيدي ووطاها بالقماش بسرعة. كفاية كده، شفت أكتر من اللي انت عايزه. كنت ببلع ريقي بصعوبة. ده كان إيه؟ قال لي ده جزء منها، ده شكلها الحقيقي، بس انت شفت جزء صغير بس. لو فضلت تبص أكتر كنت هتشوف حاجات أسوأ بكتير. قعدت على الكرسي وجسمي كله كان بيترعش. قلت أنا عاوز أمشي من هنا، أنا عاوز أسيب القرية دي. الشيخ هز راسه بحزن وقال لي يا ريت، انت حاولت تتصل بحد بره؟ قلت له بس الشبكة. مفيش مشكلة في الشبكة يا دكتور، المشكلة ان هي مش عاوزاك تمشي. بمجرد ما كلمتك وانت رديت، حتى لو في دماغك، بقيت محبوس هنا. الحدود بين القرية دي والعالم اللي بره بالنسبة لك دلوقتي مقفولة. قلت له يعني ايه مقفولة؟ قال لي يعني لو حاولت تعدي حدود القرية هترجع تلاقي نفسك داخل من الناحية التانية. القرية بقت حلقة مقفولة بالنسبة لك، زي المتاهة اللي ملهاش مخرج. قلت له بيأس وإيه الحل؟ الشيخ سكت لحظة طويلة وبعدين قال في حل واحد بس، إنك تواجهها، إنك تدخل العالم بتاعها بإرادتك وتحاول ترجع اللي أخدته منك. بس ده معناه إنك لازم تبص في المراية وقت طويل، لازم تسيبها تشوفك كلك، ولازم تكون أقوى منها. قلت له إذا ما كنتش أقوى يبقى هتخسر عقلك، هتتجنن، وهي هتاخد جسمك تتحرك بيه في عالمنا، وانت هتبقى مجرد واحد مجنون ماشي في الشارع. الليلة دي قررت المواجهة. قعدت في أوضتي وحطيت المراية الصغيرة على الترابيزة قدامي. الشيخ صابر كان واقف على الباب قلقان. قال لي لو حسيت انك مش قادر اقفل عينيك وانا هكسر المراية، بس خلي بالك لو ده حصل اللعنة هتفضل تطاردك وهتخسر نفسك بالتدريج. قلت له أنا فاهم. فكيت القماش الأسود، المراية كانت باردة في إيدي، رفعتها قدام وشي. في الأول شفت نفسي، بس المرة دي ملامحي كانت باهتة أكتر من المرة اللي فاتت. الظل كان واقف ورايا في الانعكاس قريب أوي المرة دي. قلت بصوت عالي أنا عارف إنك هنا وعارف إنتي عاوزة إيه، بس مش هتاخديه. الظل اتحرك وجي قدامي في المراية ومن غير تحذير الانعكاس اتغير. بقيت شايف مكان اسود زحمة مليان بالضلال البشرية اللي ملهاش اي ملامح، وفي النص كانت واقفة مش ست جميلة زي الحواديت، لكن كيان طويل ونحيف، جلده شفاف زي الازاز المشروخ، وتحت الجلد مئات الوشوش بتتحرك وبتصرخ من غير صوت. فتحت بقها وطلع منه صوت سلمى. آدم أخيرا جيت. قلت وصوتي ثابت رغم رعبي انتي مش سلمى. الكيان ضحك بصوتها، بس أنا عندي كل حاجة كانت عند سلمى، صوتها، ذكرياتها، مشاعرها. أنا أكتر من سلمى، أنا سلمى و100 واحدة تانية، أنا كل الناس اللي انت حبيتهم. بدأ وشها يتغير لوشوش كتير. وش سلمى اختفى وبعدين ظهر وش أمي ووش أبويا ووش صحابي. حاولت أبقى ثابت. قلت أنا عاوز ذكرياتي اللي أخدتيها مني، أنا عاوز نفسي. الكيان قرب وشه الشفاف من سطح الإزاز وقال لي ومين نفسك يا آدم؟ الدكتور اللي قتل مراته في حادثة؟ ولا أنت الراجل اللي عاش في الذنب طول حياته؟ ولا أنت الطفل اللي كان خايف من الضلمة؟ أنت ذكريات
مجرد ذكريات متجمعة في شكل، وأنا بتغذى على الذكريات الأليمة. كل ما أنت تنسى أكتر كل ما أنا أبقى أقوى. ومدت إيدها الطويلة من جوه المراية، صباعها الشفاف لمس سطح الإزاز من جوه، والسطح اتموج زي المية. الشيخ صابر صرخ من الباب: دكتور، ارمي المراية دلوقتي. بس أنا ما رميتهاش. بدل ما أهرب عملت حاجة ما كانش حد متوقعها. حطيت إيدي على سطح المراية من بره. الإزاز كان بارد وبعدين دافي، وفجأة لقيت إيدي بتعدي جوه المراية. الشيخ صابر صرخ: لا، انت بتعمل ايه؟ قلت وانا ببص للكيان: انت قلت انك بتتغذي على الذكريات الأليمة، بس انا مش كل ذكرياتي سلبية. مسكت ايد الكيان من جوه المراية، جلدها كان بارد زي التلج، والوشوش اللي تحت الجلد بدأت تتحرك بجنون. قلت لها: عاوزة تشوفي ذكريات؟ تعالي نشوف. وبدأت افتكر، بس مش الذكريات اللي هي عاوزاها. افتكرت يوم فرحي، افتكرت ضحكة سلمى لما فاجئتها بالخاتم. الكيان بدأ يصرخ بصوت ناس كتير قوي في نفس الوقت. كملت وافتكرت يوم ما خلصت كلية الطب، افتكرت أول مريض أنقذته، وافتكرت كل مرة حد قال لي فيها شكرا. بدأت تشد إيدها لورا بس أنا ما سبتهاش، والوشوش اللي تحت جلدها بدأت تهرب وتتحرر. صرخت: أنا مش بس هخلص نفسي، أنا هخلص كل اللي انتي أخدتيهم. وشديت بكل قوتي. الكيان انفجر، مش انفجار عادي، انفجار من نور اسود. وسمعت اصوات كتير عبارة عن ذكريات ومشاعر. كل الوشوش اللي كانت محبوسة جواها اتحررت دفعة واحدة. والمراية انكسرت في ايدي، وقعت على الارض، ايدي بتنزف من الازاز المكسور. الشيخ صابر جري ناحيتي: دكتور، انت كويس؟ قعدت بصعوبة، بصيت لايدي وبعدين بصيت حواليا. كل حاجة كانت عادية. أنا فاكر كل حاجة، فاكر اسمي بالكامل، وفاكر وش سلمى، وفاكر حياتي كلها. الشيخ صابر ساعدني أقف وقال لي بصوت مش مصدق: انت عملتها، انت حررتهم. كل الأرواح اللي كانت محبوسة فيها كانوا آلاف من مئات السنين، وانت حررتهم. تاني يوم الصبح القرية كانت مختلفة. الناس كانت بتتكلم بصوت عالي، بيضحكوا، بيتكلموا مع بعض من غير خوف. الحاجة فاطمة جت عليا وهي بتجري، عينيها مليانة دموع، وقالت بصوت واضح، صوتها الحقيقي اللي كان مسروق من 9 سنين: شكرا يا دكتور، شكرا. ومحمود صحي من غيبوبته ورجع طبيعي. والبنت اللي كان أبوها هيقطع لسانها، الجرح التأم بسرعة غريبة، وبدأت تتكلم تاني بصوتها هي، مش بأصوات الميتين. الشيخ صابر قال لي: انت عملت اللي محدش قدر يعمله، انت واجهتها وقدرت تتغلب عليها. قلت له: هي راحت خالص؟ فكر لحظة وقال: الندهة كان قديم، موجودة في أماكن كتير في العالم بأشكال مختلفة، بس الندهة اللي هنا في القرية دي اللي كانت بتصطادنا، دي راحت. انت حررت كل الأرواح اللي كانت بتديها القوة. من غيرهم هي بقت مجرد كائن ضعيف ما يأذيش حد. قبل ما امشي التفت ورايا. القرية كانت هادية جميلة في ضوء الصبح، الناس واقفة بتودعني. قلت بصوت واطي: أشوفكم على خير. قعدت في العربية ومشيت. في الطريق بصيت في مراية العربية الجانبية وشفت وشي واضح كامل، كل الملامح موجودة. وشفت على مسافة من بعيد ظل رفيع واقف على جنب الطريق بيتفرج عليا. بس المرة دي أنا ما كنتش خايف، لأني عرفت حاجة مهمة: الذكريات مش حاجة تخاف منها. الذكريات حتى لو كانت مؤلمة هي اللي بتخلينا بشر، واللي بيحاول ياخدها مننا مهما كان قوي في الآخر مش هيقدر، لأن ذكرياتنا ملكنا، ومحدش يقدر ياخدها غصب عننا إلا لو سمحنا له. ودي كانت قصتنا النهاردة. لو عجبك الغموض ده ادعمنا بلايك واشترك في القناة علشان نكبر عيلة الرعب ونوصل لكل محب القصص دي في الوطن العربي. خلوا بالكم من نفسكم وما تخلوش الخوف يسيطر عليكم لحد ما نتقابل تاني في قصة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.